الرحمن الرحيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي جميعا، وأعتذر لكم عن تأخيركم وإشغالكم، لكن هذا وفاء منكم، وأنا ممتن لهذا الوفاء، ممتن لكل خطوة خطوتموها من بيوتكم للحضور لهذا الحفل ولهذه المناسبة التي قررها إخوتي إكراما منهم لي ووفاء منهم لي. شاكر لكم ولكل خطوة بذلتموها هذا اليوم، وبحضوركم شرفتموني وأعطيتموني المزيد لكي أقدم المزيد. 3 رسائل أوجهها من هذه المناسبة. الرسالة الأولى، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم. والأخرى: بالشكر تدوم النعم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أولانياها من صحة وعافية وطول بال، وأشكر الله على جعلي من أتباع محمد وآل محمد، وأشكر الله الذي أوصاني بأن أوالي عليا عليه السلام، عليا عليه السلام الذي طالما حاورته وجلست معه بين أحضان مقولاته وحكمه وكتبه أستلهم منه الصبر على ما أصابه، أستلهم منه اندفاعه وتنمره في ذات الله، فلم يكن يعنيني فاسدا مهما كان منصبه عندما كنت أتصدى للمطالبة بحقوق الآخرين. فأشكر الله على علي شكرا جزيلا، وأشكر الله الذي عرفني أولياءه من أهل البيت، وأشكر الله الذي عرفني من ضمن أوليائه السيد محمد صادق الصدر، الذي وفقني الله لأن آخذ من عمره ساعة ونصف خالصة لي، وكانت هي الحافز والدافع لي في كل لحظة أشعر فيها بالتعب أو الكلل أو الملل. فالذي أعطى مهجة قلبه أولاده الاثنين وأعطى روحه مهما قدمنا لهذا الوطن ولهذا الشعب، فاستلهمت منه الصبر والشجاعة وجعلني من أتباعه. وأنا ممتن لكل من بذل جهدا في تربيتي، ابتداء من أساتذة الأجلاء الذين أتمنى للباقين منهم طول العمر والصحة والعافية، وللمتوفين الرحمة. أشكر الله على نعمه، ومن ضمنها أشكر والدي الذي رباني تلك التربية وجعلني شجاعا لا أخاف في الله لومة لائم. أشكر الله على تلك الوالدة العزيزة الغالية التي طالما تحملت. أشكر الله على زوجتي الحبيبة الغالية أم جهاد التي تحملت الحمارة والتأخر عنها والتقصير في حقها. أشكر إخواني وأساتذتي الأجلاء، خاصة الأستاذ عبد الأمين الذي عندما أتينا للمدرسة كل من شاهد قال هذه المدرسة لا تصلح لشيء، الوحيد الذي قال سنجعلها تحفة بإذن الله، فكان أخا عزيزا ومثالا ونموذجا أحتذي به. شكرا لك يا ربي على تلك الصديق، شكرا لك يا ربي على تلك الأخ العزيز الغالي. أشكر أساتذتي الأفاضل الحاضرين، أستاذ أحمد عبد العال الذي ما دام يرفض المدرسة بإطلالتي وتوجيهاتي، والسيد كريم، والأستاذ عدنان عبد النبي الذي ابتدأ معنا المشوار في البناء. أشكر الأستاذ عبد العال الذي بدأ معي في
رسم صورة المدرسة منذ أن كانت هيكلة. أشكر الأستاذ الوفي المخلص النزيه الشريف الذي لم أجد رجلا بإخلاصه ونزاهته ومثابرته، الأستاذ مشتاق نوري فنجان. أشكر الأخوة جميعا، كادري أنحني لكم إجلالا وتقديرا لكم لما قدمتموه لكي تنجح هذه المدرسة. أشكر أولياء أمور الطيبين الذين نهضوا بالمدرسة معي، مثال أبو أثير والأستاذ سيبوي والأستاذ غسان وجميع الأخوة. شكرا لكم جزيلا، لا أستطيع أن أرد. والرسالة الأخرى وهي الاعتذار، أعتذر لكل من قصرت بحقه سواء كان طالبا، أرجو أن يبين ذمه عن أي تصرف، وأقول كما قال السجاد سلام الله عليه: فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو ماله أو عرضه أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بمن أو أنفة ولم أستطع ردها إليه ولم أستطع التحلل منه، يا رب انتهبها منه بأي شيء. أعتذر لإخواني جميعا ولكل من قصرت بحقه أو أسأت إليه بقصد أو غير قصد. آخرا وصاياي لكم جميعا، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله. يا أخواني، أوصي الحاضرين وخاصة الأستاذ حسين والأستاذ مشتاق والأخوة جميعا بالكادر التدريسي بالحفاظ على هذا الإنجاز الذي هم سبب رئيسي في تحقيقه. لم أكن إلا مستشارا أو رجلا بسيطا يدير الأمور، لكن أبو وسام كان له دور، ومحمد وعلي قاسم وعلي حمزة وكل الموجودين ومجتبى، هؤلاء هم الموظفين، نسميهم موظفي خدمة، هم تاج على رؤوسنا. كل نظافة المدرسة ورونقها من خلالهم. أشكر أخواتي وبناتي، الست أسيل الراقية جدا، الست رقية، أشكر الست هدى، أشكر أخواتي وبناتي جميعا الذين حسسوني بأني واحد منهم تلك الفترة وغفروا لأخطائي وتسرعي. شكرا للأستاذ عماد، نتمنى له التفوق بالدراسة، الأستاذ محمد، ولا أطيل عليكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في كل خطوة خطوتموها هذا اليوم بميزان أعمالكم لتشجيع الباقين على تقديم المزيد للنهوض بهذا الوطن. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.